ظل وافقوا على إصدار هذا البيان بهذا المضمون. يعني كانت الهدف من هذا البيان أن ندعم دولة القانون ودولة الدستور، كان هو هذا الهدف الأسمى. كان يمكننا أن نضع في البيان عبارات قوية شديدة تدعو إلى العنف. نحن قلنا يجب أن تجتمع كافة الأطياف السياسية وصولا لحل منعا لنزف الدماء أو لوجود انتشار العنف في البلاد. نحن حذرنا من أنه يجب الوصول إلى اتفاق بين كافة الأطياف السياسية تحت مظلة المجلس العسكري حتى لا يحدث عنف أو لا يحدث انقسام داخل البلاد. هذا حديث متزن، حديث ذكي. يعني هو يستحيل أن مجموعة تجلس مع بعضها توافق على كل حرف وكل كلمة في بيان سيصدر. هناك مضمون أساس. لم نقل كلمة أن ما حدث في 30 يونيو قلنا وصفناها أنها مظاهرات، اعترفنا أنها كانت مظاهرات حدثت. مش مطلوب مني، أنا لست مؤرخا. من يقول على ما حدث، يعني دعني أقول لك ثورة 52 يقال عليها ثورة، يقال عليها حركة، يقال عليها انقلاب قام به بعض الضباط. دعني أقول لك ثورة 25 يناير قيل عنها أنها ثورة في دستورين. فدع ما حدث في 3/7 للتاريخ. أنا لست مؤرخا حتى أقول ما حدث في 3/7 توصيفه، ولكن ما هو الخطأ في البيان؟ يعني اعطني جملة واحدة خطأ في هذا البيان. بيان متزن يدعو لحل الخلاف السياسي بالحوار، يدعو للطريق الديمقراطي. يعني هذا هو الحل، وهذا هو الحل. هذا البيان صالح للعمل به حتى اليوم. طيب أن يكون هناك حوارا سياسيا وحلا عن طريق نتائج الانتخابات وسلوك الطريق الديمقراطي. طيب. أنا يعني في أكثر من سنة دلوقتي، إحنا حوالي 14 أو 15 شهر تقريبا. كان بإمكاني في أي فترة أن أنكر هذا البيان، ولكن يعني لا أعلم كيف أتى إلي هذا الثبات على المبدأ. يعني إن كنت أنكرت هذا البيان يعني كنت سأظل مطأطئ رأسي أمام أولادي أنني كذبت على زملائي. فأنا أشعر بأن الله سبحانه وتعالى يعني ما حدث في مذبحة القضاء أيام عهد الرئيس عبد الناصر، كل هؤلاء القضاء الذين خرجوا في المذبحة القضائية عادوا للقضاء بعدها ب2 وبعدها ب3 سنين، ومنهم من رفض أن يعود للقضاء وصار صرحا لوحده، وصار من أشهر المحامين وحقق يعني مكاسب مادية عميقة جدا. ومنهم رجع إلى منصة القضاء، توجه إلى المنصة، جلس عليها، احتسى كوب من القهوة وقدم استقالته من القضاء. فأنا أثق أن ما حدث مذبحة، وأننا سنظل قضاة وسنعود إلى القضاء.